إيه اللي يخلّي بني آدم يتحوّل للوحشية دي؟ إيه اللي يخلّي بني آدم يسرق أصلًا أو يغتصب طفل شارع؟ الإجابة كانت في الماضي الأسود لرمضان التوربيني. خلّينا نرجع بالزمن في قصة رمضان لسنة 1992. رمضان كان طفل عنده 12 سنة وكان شغال في كافيتيريا في محطة مصر وبيجري على أكل عيشه زيه زي أي حد، لحد ما ظهر له شيطان اسمه عبده التوربيني. عبده ده كان معروف في المنطقة إن هو بلطجي السكة الحديد، وفي يوم كان بيحاول يقلب رمضان، فرمضان مرضيش وعصلك معاه. فقرر عبده إن هو لازم يخلي رمضان ده عبرة عشان خاطر كل العيال اللي موجودين حواليه يخافوا ويعملوا اللي هو عايزه. فخطف رمضان بالليل وطلعه فوق القطر وربطه واغتصبه من فوق، بل وكمان رماه من فوق القطر وقطر تاني جاي عشان رمضان يموت. بس لحسن حظه او لسوء حظ الاطفال اللي ماتوا يعني، او لسوء حظ البشريه هي لسوء حظ الدنيا كلها، ان رمضان ما ماتش. جاله كسور في كل حته، ومن الخضه او من الحادثه نفسها جاله حول في عينه. ورمضان راح عشان يعترف لاهله ويواجههم عشان يجوا ياخدوا حقه من عبده التوربيني اللي عمل فيه كده، بس للاسف محدش صدقه. في اللحظه دي رمضان قرر القرار اللي غير حياته كلها. قرر انه هيكمل مسيره عبده التوربيني